كانت الهجمه المرتده بتتنفذ بطريقه ذكيه جدا، وهي ازاي؟ كان دايما الكوره امام عاشور مثلا يستلم الكوره هنا، تمام، يقوم امام عاشور واخد الكوره ولافف بيها، يلاعب الكوره لمرموش، مرموش بقى يا اما ينطلق يا اما يستلم يقف بالكوره ويغير ملعب، يا اما يهدى بالكوره ويباصي لصلاح، وهكذا. عملت هجمات كتير، وكان دايما خطوط الدفاع بتاعت منتخب بلجيكا متقدمه، يعني الكوره دايما كانت بتتلعب في ظهرهم، كان دايما الكوره بتتلعب في ظهرهم. وشفنا اكتر من موقف لمرموش وصلاح وامام عاشور وزيكو بهذا الشكل. زيكو لما جات له كور في الناحيه ديت اتلعبت له كوره كذا كوره، وكان استلامه سيء الى حد ما، يعني في استلامه احسن من كده ان هو يوقف الكوره يمتص قوه الكوره. ولكن مباراه رائعه لمنتخبنا الوطني، هجمات راحت كتير. عمر مرموش كان دايما تلاقيه بينفرد من نص الملعب، يعني عمر مرموش كان الكوره كده مثلا تتلعب له هنا، تمام، وكان يلف بالمدافع زي ما انت شايف كده وينطلق بالكوره، تمام، وكانت كل اللعيبه بتاعت بلجيكا تجري وراه. فعملت اداء قوي. انا النهارده شفت منتخب مصر منظم لاول مره في حياتي من ساعه ما سمعت كوره، لاول مره في حياتي من ساعه ما سمعت كوره في 2014 لحد النهارده ما شفتش منتخب مصر بيلعب كوره الا النهارده. يعني انت النهارده تلعب كوره منظمه في شكل، انا حاسس بشكل في الملعب، انا حاسس ان في خطه، في كلام مدرب اتقال. كل الشكر وكل التحيه لحسام حسن، النهارده قدم واحده من اروع مبارياته، النهارده من اروع مبارياته، فلا يستاهل كل ده. وانا بقول لك شكلنا منظم، شكلنا حلو، شكلنا رائع في الملعب، في كوره حرفيا، في كوره، في اداء، في خطه، في تبادل افكار، في لعيبه متاسسه كوره. ماتش قوي، ماتش عظيم الصراحه. وكنت دايما تلاقي منتخب مصر ند قوي، مش ند قوي بس، ده مش ند قوي بس، ده هو احرج منتخب بلجيكا في اكثر من 5 و6 مواقف. فده يدل على قوه منتخبنا الوطني هذا العام وهذه الفتره. حسام حسن عامل شغل عالي. حسام حسن يعني حسام حسن يا جماعه اللي اتريقوا عليه قبل البطوله، عايزهم بقى اسمعهم، انا عايز اسمعكم. واخد بالك كابتن رضا عبد العال، واخد بالك؟ فلا ده اداء عالمي، وحسام حسن بيقدم واحده من اقوى مبارياته الفنيه